ضابط تم اختياره لمرافقة إحدى الأسر المالكة من إحدى الدول الخليجية لأداء مناسك الحج، إذ كان هو وأربعة آخرون معه مسؤولين عن حماية النساء في المجموعة. كان يدعو الله سبحانه وتعالى لما يعلم من الخير الكثير والعطايا في هذه الرحلة. يقول الضابط: لا يمكنني أن أصف مدى العطايا والتوصيات المتعلقة بالمأكل والمشرب في كيفية الطواف والسعي والمميزات في كل شيء. ولكن في ظهر اليوم المصادف لرمي الجمرات كانت الشمس عالية والجو مليئا بالأمان والاطمئنان. وما إن اقتربنا من وجهتنا حتى ساد السماء سواد وسقطت الأمطار برزارة شديدة. توجهت إلى رجل باكستاني وجدته في الطريق ومعه غطاء بلاستيكي. أعطيته 200 ريال سعودي للحصول عليه، لكن الرجل كان خائفا من أن لا يتقبل الله حجته لأنه اشترى الغطاء ب8 ريالا وأخذ منه 200 ريال. طمأنته وأخبرته أن الأمر لا يهم. سار الضابط مع 6 من نساء الأسرة المالكة حتى وجد سيارة إسعاف في طريقه. وقف الضابط في مواجهة السيارة مما اضطر السائق للتوقف رغما عنه. أشار الضابط إلى السائق ليمنحه دقيقة واحدة من وقته. فتح السائق نافذة السيارة بمقدار 2 سنتيمتر، فأخبره الضابط بأنه مع نساء ويريد منه أن يقلهم. قال السائق إنه يواجه حالتين بين الحياة والموت ولا يمكنه المجازفة بهما. أخبره الضابط بأنهن من أسرة ملكية، لكن السائق اعتذر لأن حياة الناس أهم من كل اعتبار. رأت إحدى النساء مكاناً على جبل منن. عندما عاد الضابط إليهن ليخبرهن برفض السائق مساعدتهم بسبب الحالات الحرجة، اقترحت إحدى النساء أن يصعد إلى الجبل ويعطي أي شخص في هذا المكان المال ليغادر ويتركهم يستفيدون منه. كان المكان مغطى من جميع الجوانب، وكانت الأمطار تهطل عليه دون أن تلمس من بداخله، وقد ارتفعت المياه حتى منتصف الساق. صعد الضابط إلى جبل منن ووجد رجلاً سودانياً في المكان. استأذنه في الدخول، فرحب الرجل السوداني بالضابط، لكن الضابط أخبره أنه يريد المكان بالكامل ومستعد لدفع أي مبلغ يطلبه. غضب الرجل السوداني وقال: لكنني لا أريد الخروج من هنا. إذا كانت تريد أن تحتمي دافره مثلي فتفضل. استمر الضابط في الإصرار على مغادرة الرجل السوداني للمكان، فأخرج من جيبه كل الأموال التي كانت بحوزته، وهي 8000 ريال سعودي. غضب الرجل السوداني بالكامل وقال: لا أريد منك أي أموال، وحتى في البداية عرضت عليك أن تبقى معي، ولكن الآن لا أريدك أن تدخل المكان على الإطلاق. كان المكان ضيقاً من الأساس، ولكن الرجل السوداني كان منزعجاً من أسلوب الضابط. عاد الضابط إلى النساء وأخبرهن بما حدث مع الرجل السوداني. طلبت النساء منه أن يختار بين حياته وإقناع الرجل السوداني بترك المكان، وهددنه بالكثير من المشاكل إذا لم ينفذ طلباتهن. عاد الضابط مرة أخرى إلى الرجل السوداني الذي استقبل الضابط بغضب متجدد. في هذه المرة شعر الضابط بالضيق، فقد كان بين نارين: من جهة الرجل السوداني يرفض ترك المكان الذي كان في تلك الظروف ملاذا له من الأمطار ومن الأخطار الأخرى، ومن جهة أخرى تهديدات النساء. سالت الدموع من عيني الضابط وقال: أسألك بالله يا أخي، إن معي نساء. فاستحلفه السوداني على صدق كلامه، وسأله إذا كانت فعلا معه نساء. أجاب الضابط بالإيجاب، فحمل الرجل السوداني حقيبته ومغادرته من المكان على الفور دون أن ينطق بكلمة واحدة. تعجب الضابط من تصرفه وحاول تقديم المال الذي عرضه عليه سابقاً، لكنه رفض واستمر في طريقه. عندما أخبر الضابط النساء أن الرجل رفض أخذ المال، طلبنا منه أن يذهب إليه ويأخذ اسمه وإقامته ليكافئوه على فعله الطيب. لحق الضابط بالرجل السوداني